كان بيقرأ في أواخر سورة البقرة وقال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، وراح واقف. ده طبعا اسم وقف قبيح، لأنه غير معنى الكلام، جعل الإصر على ربنا عز وجل، يعني كأن ربنا عز وجل هو اللي حمل الإصر ده. فما ينفعش، يعني نخلي بالنا يا جماعة من القرآن. وزي إيه تاني؟ زي الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا، وراح واقف. كده أنا جعلت العذاب للكافرين وللمؤمنين مع بعض، فما ينفعش. زي إيه تاني؟ زي فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت، وراح واقف. أنت كده جعلت الطائفة مؤمنة وكافرة في نفس الوقت، آمنوا وكفروا في نفس الوقت، فما ينفعش. زي إيه تاني؟ زي ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع، وراح واقف. كأني جعلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم زي الزرع، فغيرت المعنى خالص. فنخلي بالنا نتعلم الوقف والابتداء. خلاص، خلي بالنا من معاني القرآن يا جماعة، عشان يعني لو اتغيرت تنفعش يعني.